مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هتكلم عن حاجة شوية مهمة. اللي هي ان العلاقات قد ايه هي مراية لينا او هي انعكاس لينا. فالفكرة ساعات لما بتتفهم بالظبط حرفيا، ففي ناس بتستفز من الكلام. يعني مثلا واحدة تقول مثلا انا جوزي خاين، لما انت تقولي لي ان العلاقة دي انعكاس ليا فهو انا مش خاينة، فبيحصل لهم زي تريجر ونفور من الكلام او مش بيبقوا عايزين يسمعوا الكلام. هو في اوقات يعني مع العلاقات هي مراية لينا. يعني ايه؟ يعني انا لما بقول ان العلاقات هي انعكاس لما بيداخلك، ساعات بيكون على فكرة انعكاس مماثل. يعني انت مثلا بتكذب كتير فانت جذبت واحدة بتضحك عليك او بتكذب عليك طول الوقت. ده ممكن، بس الاغلب هي معناها ايه؟ ان انا جوايا حاجة محتاجة تتصلح، محتاجة تتعدل، فبتجيلي روح. هي العلاقات او كل احنا عباره عن ارواح بالصوره الكبيره كلها بتساهم في تطور بعضها. بتجيلي روح بتعمل كانه بيعمل فوكس كده على الحاجه اللي جوايا دي اللي هي عايزه تتصلح او عايزه تتعدل بطريقه مباشره او غير مباشره. يعني مثلا الست اللي بتقول ان انا جوزي بيخوني بس انا مش خاينه، بس انت ممكن تكوني خنتي نفسك، ظلمتي نفسك، ما قدرتيش نفسك، ما عرفتيش قيمه نفسك. فكل ده يندرج ان يجذب لك حد يقول لك خلي بالك من النقطه دي، فانا خنتك علشان انت تاخدي بالك من قيمه نفسك، عشان ما تظلميش نفسك، ما تجيش على نفسك and so on. حاجات تانية، يعني مثلا مثال مثلا تاني، حد ما بيعرفش مثلا يقول لا ابدا، دايما وحدوده مستباحة. دايما الناس هيجذب ايه؟ واحد ما بيقولش لا زيه؟ لا، هيجذب حد يفضل يستغله يستغله يستغله، ويفضل ياخد على دماغه ياخد على دماغه ياخد على دماغه لحد ما يقف ويفوق ويقول لا. الروح دي جاية تعلمه خلي بالك النقطة دي عندك فيها ضعف شديد ولازم تاخد بالك منها. فيفضل يعلمه 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 بالتجربة بالألم أيا ما كان اختيار الروح، وفي الآخر علشان يبدأ يقول لا. حد عنده شعور الرفض مثلا أو إن هو مثلا مش محبوب، وبيبقى عنده خوف من الوحدة وتعلق جدا بالشخص اللي بيدخل حياته. على فكرة مش دايما علاقات عاطفية، ممكن حتى الأصدقاء أيا ما كانت هي العلاقة تكون إيه. فبيحصل إيه؟ بيجذب حد بيسيبه ويمشي، مثلا بيغدر بيه ويمشي، او حد الحريه عنده جدا مهمه، في التعلق ده بيخنقه فبيسيبه ويمشي علشان في الاخر يقول له فك التعلق، بلاش تتعلق بالناس، عالج جرح الرفض عندك. هي دي هو ده مثال يعني ايه العلاقات انعكاس ومرايه للي جواك. زي ما احنا متفقين اللي جوانا هو اللي بينعكس وبيعمل الواقع بتاعنا كله. فانت لما تلاقي علاقاتك وجودة علاقاتك كويسة، اعرف انك انت اشتغلت على نفسك كتير. لو ما تلاقي دايما علاقاتك وبالذات المتكررة منها، فهي فوكس 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 من الشخص ده ويمشي. تيجي روح تانية تعلمك نفس الدرس انت لسه ما اتعلمتش، تيجي روح تالتة انت لسه ما اتعلمتش. بالذات تكرار انماط العلاقات السلبيه او السيئه، هو ده اكتر حاجه انت عايز تعرف الرساله منها، وانك انت تعرف ازاي تشتغل عليها. هو ده الهدف من كل موضوع انعكاس العلاقات. فمحدش يتضايق ويحصل له تريجر او نفور، بالعكس انا لما بيحصل لي تريجر من حد، حتى لو علاقه عابره او كلمه من حد او كده وحصل لي تريجر، انا بفرح. ليه؟ لان انا في نقطه بانت عندي هنا كده، في ديفكت، في نقطه ضعف، حد بيقول لي اشتغل يا وسام عليها، بدل ما اتجاهلها وحد تاني يجي والرساله تبقى اقوى، ولا حد تاني يجي يبقى اضعف وفيها الم اكتر. لا، انا اخد الرساله دي واقول ايه المشكله اللي عندي، ايه اللي جوايا خلق هذا الواقع اللي خلاها مثلا تقول لي الكلمه دي او خلى التصرف ده يحصل، او انا حصل لي تريجر ليه. لما اسال انا حصل لي تريجر ليه، هعرف ازاي اتعامل معاه، وبعد كده انا هبدا اقيم الوضع اللي انا فيه من جوده علاقاتي. انا لقيت علاقاتي مع ناس محبه، ناس حنونه، ناس كريمه، ناس مش عارفه ايه، يبقى انا اشتغلت على حاجات كتير جواي. لقيت في لسه حاجات بتتكرر، حاجات بتعمل لي تريجر، حاجات بتاذيني، اخد السبب بتاعها او الرساله بتاعتها واشتغل عليه. العلاقات العلاقات بالذات لو هي عاطفيه او صداقات او علاقات اسريه، ما هي الا رساله من ارواح جايه علشان تطورك وتعلمك. المهم ان انت تعرف تقرا الرساله وتتعلمها، ساعتها تبقى مهمه العلاقه دي انتهت. يا اما تبقى اللي هي بيعمله بيأذيك بيه هينتهي، يا اما هو نفسه كله هيرحل خالص من حياتك. تمام؟
انا حبيت بس اشارك بالفيديو ده علشان تستفيدوا منه. في الموقع كمان جلسة لجرح الرفض، لان 90% من الناس عندها جرح الرفض اللي بسبب عدم الثقة في النفس وعدم الاستحقاق والعطاء الزيادة وعدم قول لا، ما تقدرش تقول لا، وعلشان انت حاسس انك انت مش محبوب مش مقبول، والتعلق كل ده جدره جرح الرفض اللي هو من الجراح الخمسة للروح. فهي موجودة في الموقع، فممكن اللي حاسس ان الجلسه دي ممكن تفيده، فهي يتبع قلبه وان شاء الله يستفيد منها اكبر استفاده ممكنه. وشكرا جزيلا، وهحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس ان شاء الله. وشكرا جزيلا.